ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. فيديو النهارده هنعمل فيه ايه؟ الكوبيبه الشامي او الكبه. سهله جدا جدا وبجد حلوه وطعمها تحفه في النهايه. معايا نص كيلو برغل ناعم وغسلاه كويس ونقعته 10 دقايق، ومعايا بصله، ومعايا النص كيلو برغل ناعم بياخد ربع كيلو لحمه حمراء. هما يقولوا عليها الهبره حمراء، ما فيهاش اي سمينه. كل ده بيتضرب مع بعضه بملح وفلفل. دي القشره الخارجيه. الحشوه بتبقى اللحمه عادي فيها سمين، اي حاجه انت مش مشكله. فانا دلوقتي بعد ما نقعت البرغل وغسلته وصفيته وقطعت البصله، وهحضر ربع كيلو اللحمه على نص كيلو البرغل، وهبدا اعمل القشره الخارجيه فين؟ برضو في البيت في الكبه، في العجانه. هعجنها واطحنها كويس مع بعضها، وارجع واكون اعمل معاكم الحشوه اللي هي اللحمه المعصجه. عندك بقى فيها اي حشوه سنيبر، جوز اللي هو عين الجمل، مفيش خالص، بتبقى تحفه. وبنقليها ونحطها في اطباق فيرو ونغطيها بالاسترتش ونشيلها في الديب فريزر. وقت ما تعوزي تطلعي الكبه او الكوبيبه الشامي بتطلعيها، بتبقى عندك موجوده في الفريزر. تمام، هضرب الكلام ده كله ونرجع تاني مع بعض. كده انا ضربت الخليط، بس طبعا ما ينفعش كده، انا لازم انعم اكتر من كده. هاخدها كمان وش على الكبه. نضرب الجزء ده، هضربها وش كمان وارجع لكم. انا خلاص فرمتها كويس. هعمل ايه؟ احط الملح، دي القشره يا جماعه، دي اللي بنحشي فيها اللحمه المفرومه. واحط فلفل اسود شويه حلوين، بس القشره ملح وفلفل. العصاج بقى او الحشوه بتحطي فيها اللي انت عايزاه، اي توابل انت عايزاها. دي القشره الخارجيه، واعجنها كده واحطها في التلاجة. ما شاء الله طريت. نص كيلو برغل، ربع كيلو لحمه حمرا جدا، بصلايه صغيره. وتضربي في الكبه او مكان ما بتضربيها انت، طبعا ايه زي ما انت عاوزه. هحطها في التلاجة وابدا اعمل الحشو. ملح وفلفل بس كده. هحطها في التلاجة وارجع لكم. هخلص وارجع لكم. اهو يا جماعه الكوبيبه، وادي اللحمه المفرومه اهي. معايا بقى شويه ميه ساقعه جنبي كده عشان الم فيها الكوبيبه واعملها بشكلها حلو. حبه زيت بس، كأنك بتعملي كفته بالظبط اهو. عايزه بقى المقاس حسبك انت، عايزه صغير عايزه كبير، ده براحتك. كده نمسك قطعه الكفته او القشره بتاعت الخارجيه بتاعت الكوبيبه اهو، واعمل كده اهو يا جماعه. اسويها كده اهو، وانزل بيها واقفل كده بقى. الواد شوكولاتة، عايز شوكولاتة، نص شوكولاتة، تلاتة أجيب. شوكولاتة، ربع شوكولاتة. اهو هكمل بقى الباقي ونرجع تاني مع بعض. قليت كوبيبه اهو، حابه اوريها لكم. بسم الله ما شاء الله. ممكن افتحها كمان بس سخنه جدا. بسم الله. اجيب سكينه، عايزه اقطعها لكم. مش عامله ازاي؟ دي القشره اهي في منتهى الجمال، ومقرمشه اهو، مقرمشه من بره وطريه من جوه. انا حبيت اقللكم دول بس عشان اوريكم، على ما انا اخلص باقي تشكيلها عشان اوريها لكم كلها انا هرصها في الاطباق ازاي. هرجع لكم. كده خلاص صبعت الكفته وحطيتها في الاطباق، غير طبعا اللي حمرته واكلنا منها. بشيل بقى كل كيس في الديب فريزر لما اعوز اخرجها. طعمها والله تحفه، يا ريت تجربوها.
هتعجبكم جدا. الكوبيبه من الحاجات الكفتات الحلوه جدا. اهي وسهله وكلها اتعملت في البيت. بالكبه عندك مفرمه لحمه تقدري تفرميها بيها، عندك كبه تقدري تعمليها عند حد بتاع الكفته يعملها لك، ما توقفيش نفسك على حاجه. وطبعا سعرها غالي جدا بره. عملنا القشره الخارجيه بربع كيلو لحمه، وتعصجي اللحمه اللي عندك تحشي بيها.